السلام عليكم ومرحبا بكم في بودكاست جديد. اليوم ندير لكم واحد القصة هي عبارة عن موضوع نقدروا نسميوها انها موضوع للنقاش. طبعا في البرازيل واحد السيدة سميتها جونيفر مشات مسافرة في الطائرة. اختارت البلاصة اللي حدا النافذة ديال الطائرة وخلصات عليها باش تجلس في هذيك البلاصة، باش تاخذ راحتها، باش ما يبرزها حتى واحد، وباش تمنظر، باش ومن النفس ديالها بغات داكشي. فخلصات على ديك البلاصه اللي حدا الشرجم. فواحد السيده كانت جالسه حداها هي والولد ديالها باقي صغير. بدا كيبكي الولد ديال هذيك الام، بدا كيبكي يبكي 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 كيغوت ومبغاش يسكت. وهي تنوض ديك الام قالت لجونيفر، قالت ليها واش ممكن تخلين ولدي يجلس في هذيك البلاصه باش يتلاها مع النافذه ديال الطياره، السحاب، الجبال، باش يسكت. جونيفر بقات كتفكر بحال هكا، قالت انا مخلصه على البلاصه وانا باغا راحتي مرتاحه هنايا وكنلقى راحتي في هاد البلاصه، داكشي علاش خلصتها، وتا انا باغا نتمنظر شويه. وقالت ولكن واش ندير زوين مع هاد السيده ونخلي ولدها يجلس هنا وباش يسكت وهادي. المهم بعد تفكير قالت ليها لا سمحي لي، انا مخلصه على البلاصه غنجلس فيها، ما غاديش نبدلها. هذيك الام ما عجبهاش داك الجواب. كانت كتنتظر انها غتقول لها فوالا مرحبا، ولكن قالت لها لا، انا باغا نجلس في هاد البلاصه. ناض ديك الام وهي تهز التليفون ديالها، جبداتو، دارت فيديو ودات كتصور في هذيك جونيفر، وكتقول في الفيديو باللي هاد الانسانه ما احترمتنيش انا وولدي وعديمه الانسانيه، وطلبتها على باش تخلي ولدي يجلس حدا الجاج ديال اولا النافذه ديال الطياره، ما بغاتش وهادي ولعتو في السوشيال ميديا. المهم هذاك الفيديو مشى فيرال، باسكو حنا كنعرفوا ان بحال هادوك لي فيديو كيمشيو فيرال، فانتشر بواحد السرعه كبيره في البرازيل. فالناس حكموا على ديك السيده بلا ما يعرفوها، حكموا عليها ما مزياناش، خايبه، عديمه الانسانيه، ما مربياش، كان عليها تخلي السيده ولدها يجلس قدام المرايه. المهم السيده ملي جات للبرازيل وكذا داكشي اثر عليها نفسيا، فمشات دارت دعوه قضائيه بهذيك السيده، دعوه للتشهير، انا درت لها التشهير وخسرت لها الصوره ديالها وخسرت لها سميتو، داكشي اثر عليها نفسيا ودخلت في اكتئاب وبزاف ديال الحوايج، وربحات ديك القضيه. ففكرات من بعد انها تخرج في حتى هي دير دي فيديو هكا، تهضر مع الصحافه، دير دي فيديو حتى هي تدافع على راسها، وقالت لهم باللي انا كانت الرغبه ديالي كنرتاح والرغبه ديالي انني نجلس في هذيك البلاصه، وانا خلصت عليها باش نبعد من المشاكل، بنادم كيدوز من حدايا، بنادم كيضرب لي في يدي، بنادم هادي، وباش نتمنظر، باش ناخذ راحتي. خلصت باش ناخذ راحتي، يعني النفس ديالي بغات واحد الحاجه ودرتها. وقالت لهم باللي باش نكون ظريفه ماشي ضروري، وقالت لهم اللطف ما كيتفرضش، ما غنكونش ظريفه غير حيت نتوما بغيتو، ولا حيت ديك السيده بغاتني طلباتني على شي حاجه وغنديرها ليها وغنتسمى انني ظريفه. قلت لهم بالعكس، قلت لهم الظرافه ولا اللطف هذاك كيبقى طبع ديال الانسان، وهو كيختار واش يكون ظريف في واحد الحاجه ولا خايب فيها ولا ما مزيانش، هو كيختار. وقالت لهم باللي هي اختارت احترام الذات ديالها، ان داك الجواب ديال لا
ما نخليكش تجلسي، ما نخليش ولدك يجلس، هو انه احترمت فيه ذاتي، وكنظن انني ما غلطتش. صافي من بعد الناس من حقها انها تكون ظريفه ومن حقها انها ما تكونش ظريفه. وكاينين ناس اخرين اللي مشاو مع الام بقاو شادين في هذاك سميتو انها خاصها تكون فيها الانسانيه وخاصها تكون فيها هذه وتكون فيها. هذا الموضوع دار واحد الجدل. فبالنسبه لكم نتوما، واش اللطف او باش تكون ظريف واش ضروري، او لا على حساب المواقف؟ وكذلك حب الذات، واش هو ضروري انك تحترم الذات، عفوا ماشي حب الذات، تحترم الذات ديالك، واش ضروري او لا على حسب المواقف؟ وجهة النظر ديالي انا ان ما عند حتى واحد الحق انه يحكم عليك باللي انت ظريف ولا ما ظريفش على حساب واحد العمل درتيه او واحد لوجيست درتيه. راه تقدر تكون انسان ما مزيانش، يكون واحد الموقف ودير زوين مع شي واحد وما كيدلش على انك ظريف. وكذلك العكس، تقدر تكون ظريف ولكن من تطلباش منك شي حاجه في واحد الوقيته وهذيك الحاجه كانت كتعارض مع الذات ديالك، يعني كانت عندك مثلا الرغبه انك باغي شي حاجه للنفس ديالك باش ترضي النفس ديالك، واخا الانسان كيكون عزيز عليك وكيطلبها منك وكتقول ليه لا، في نظره هو غيقول لك انت ما مزيانش، انت ما ظريفش، انت ما كتحش، انت هادي انت هادي. ولكن انت، انا بالنسبه لي كنقول الراي ديالي، بالنسبه لي انني نحترم الذات ديالي احسن ليا، حيت ما غنتسنى حتى واحد يقول لي انت ظريف ولا ما ظريفش. بحدي انا كنحترم الذات ديالي، فصافي ما عندي ما ندير باراء الاخرين او لا الحكم ديال الاخرين، باش ما كيكونوش اراء، كيكونوا احكام، ناس كتحكم بلا ما تعرف. فهاد الموضوع بغيت ندوي فيه حيت كنت نتوما تشاركوا معايا. اولا تقولوا لي شكون اللي غلط في نظركم، واش الجونيفر ولا الام؟ واش اللطف كيتفرض وضروري، واش بعض الاحيان خاصنا نحترموا الذات ديالنا ونقولوا لا لشي طلب؟ مهم كان هذا هو الموضوع ديالنا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. تحياتي، السلام عليكم.